طلباتك يا عمي. طلبات الشرط الاول عشان تتجوز دي، تجيب لها 6 كيلو داب ملسع بالفرعوني بتاع الملكة كليوباترا. ملسع؟ الملكة مين؟ كليوباترا. بس بوظ الجوازة ولا ايه؟ انت مش شايف شرابك؟ كمل يا عمي كمل. الشرط التاني بسرعة بس بسرعة. جهاز بنتي كله يجي من اوروبا. اوروبا؟ ايوه الله يرحم بابا. فرنسا تجيب لي منها الكراسي بس. كراسي ايه؟ السفرة. تمام حلو. الصين تجيب لي منها الترابيزة بتاع السفرة. حلو حلو. كلام مظبوط. اما باقي العفش ووضع النوم والاطفال والحاجات دي تيجي من ايطاليا. تمام. عايز 12 اوضه. ايه؟ 12 اوضه عشان لما امها تنام في اوضه وانا في اوضه واخواتها يناموا في اوضه. احنا ناخد العيله بالراحه دي كلها ولا ايه؟ ما هي رحلات. كمل يا عم. الشرط التالت. لسه في تالت؟ السجاد والنجف. النجف يجي من امريكا، السجاد تجيبه من بريطانيا. لنا قرايب هناك ممكن نوصيهم عليك، هيجيبوا لك حاجه رخيصه. معلش كمل يا عم كمل. اما يا ابني المكان اللي بنتي بتقعد وترتاح فيه، عشان بنتي عندها حساسيه بتحتاج المكان اللي كله اشعار ورايق وجميل. عايزك تجيب لها شقه على النيل. يعني تكون مساحه فدان 24 قيراط. يا حاج بنتك يعني ما عندهاش حساسيه من الريحه اللي قلب البيت؟ لا 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 اطلاقا، واخده عليها. على الصدر يا عم، حط حبه هنا، حط. ايه دي؟ انتوا عايشين هنا ازاي؟ اما يا ابني بعد ما نخلص كل ده، ايوه، الطلب يعتبر الخامس والاخير، الفرح. نتكلم. انت عمال تتكلم كده ليه؟ ايش حالي ان انا اللي بصرف على البيت وانت قاعد بشرابك ده؟ طب ممكن سؤال يا حاج؟ اسكتي اللي يسمعونا. اتفضلي يا احنا هنجيب كل الحاجات يا بنتي دي. حضرتك اتفضلي. احنا هنجيب كل الحاجات دي، حضرتك هتجيب ايه؟ احنا يا بنتي عندنا شركتين، اكبر شركة عطور موجودة في الشرق الاوسط. ايوه ما انا عارف. وعندي اكبر شركة شرابات في الشرق الاوسط. فعلا، ما هي المادة الخام بتاع العطور بيجيبوها من هنا. طبعا. بس انا نفسي اسألك سؤال واحد. اتفضل. الفرد في الشراب التانية فين عشان يمشوا مع بعض؟ مرضيش البسها من الحسد، تواضع مني، بدل ما البس 2 مع بعض بوفر البس واحدة وواحدة. انا قلت لك ايه؟ مش قلت لك الراجل ده لازم نروح له عشان متواضع؟ اصل يا ابني عندي نزل رجلك دي. يلا ما تقعد حلو يا ابني. ده انا سائل عليك، ده انت شحات، ده انت حتى ما بتشتغلش ورافضينك من الشغل، وبنتك اللي بتصرف عليك يا راجل يا ناقص يا عره. الله. وعملت فاكرها لك. انت جاي تهزقنا في بيتنا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت اللي راجل مهزأ. اسمع يا بنت انت، خد لك بخ عشان تقدر تعيشي مع ابوكي. يلا عندك بقول لك ايه؟ المعفنه دي. اما دي تبقى ايه لما دي اللي معفنه؟ اما تحب تعوز ريحه. اتعودت على الريحه دي. ده انا جايب البتاع ب 300 جنيه خلصتها على رجلك يا اخي. انا اقل ازازه ب 3000 جنيه عندي في المصنع. يلا يا بنت عشان اموت بقى. تعالى اديلك دست هديه. مش قدام. يلا. ايه العالم اللي تخنق؟ ايه يا كريمه جايبه الزباله دي منين؟ ايه يا بابا اللي انت عملته؟ اما تعرفي ناس يكونوا قد مقامنا يلقوا بينا، افتخر بيهم، مش ناس يقولوا منا ومن مكانتنا. لا صح والله عندك حق. قرايك عجبتك جدا. المفروض بقى ان انا بقى اجيب بقى عريس شرابه مقطع يكمل الفرده الثانيه. قلت ايه يا كريمه؟ ايه يا كريمه اللي بتقولي؟ انا غلطان اللي بعمل لك قيمه؟ هو انا كل ما يجي لي عريس لازم تطفشه، لازم تعمل كل المسلسل ده وانت اساسا شحات. انا بلمعك، مش قادر تاكل. بلمعك عشان صوتك يسمع في المنطقه. كريمه هيجي لها 6 كيلو، عشان لو واحد حتى جاب لك 6 جرام يبقى تحمد ربنا. انت حد هيجيب فيك 2 جرام؟ انا غلطان وبتعايبي عليا. الواحد المفروض ان هو ما يتكلمش كلام اصلا مش قده، فانت كل اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ اسمه فشخره. وانا هات حاجه من جايبي اسمه نخشره ولا فخسره ولا اسمه ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما هو فعلا الكلام مش بفلوس. ما هو الكلام لو كان بفلوس كنت عملت له حساب.
خير تعمل شر تلقى. لو جاكي اي واحد وقال لي هجيب 2 كيلو جرام 2 جرام اقول له يلا شيل وخلصت من القنبله دي هتفرقع في البيت. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انا غلطان اللي بجيب لك حقك، غلطان عايز اجوز الجوازه تليق بيكي تضرب في المحافظه كلها. انا غلطان.